أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أنا كملت العمل. شرح اليوم كيف يتم النظام التزحلق، كيف بيتحكم في السيارة، كيف بيخرج لها أيدي يسقى منها في الزفلت أو الطريق لا تزحلق، كيف بيتم. وهذا الشرح اللي عاد أشرحه اليوم، وهي حاجة مبسطة. شوف يا أخي، هذه اعتبرها السيارة مع إطارات 4، تمام؟ أنت مسرع، تمام؟ بتلف، هيحصل لها تزحلق وأنت مسرع، التزحلق هكذا وأنت مسرع التزحلق. إيش بيسوي النظام؟ بيقوم النظام بحجز التاير هذا، الإطار هذا مع الإطار الخلفي الأمامي والخلفي اللي من الجهة اليمين، لأن أنت هتلف يسار. إيش هيحصل؟ هيحصل له قبضات، هيحجز التاير الأمامي مع الخلفي قبضة واحدة، ويعد تزحلقها كذا ويقبضها، ويعد تضطر إنها ترجع في محلها. التزحلق هو هيحجزهن ويعد تسوى في جنبر الإطار. النظام في طق طق طق، تسوي السيارة بتدور تزحلق، والنظام يحجز دائرة الأمامي مع الخلفي، يحجزها وهي تستوي. ايش النبضات هذا؟ في كم جزء؟ في واحد جزء من الثانية، واحد جزء. في هذا تقوم بتعديل نفسها. كيف تلاحظ انه بيحصل لها هذا؟ تجربها. لو عندك ميدالية معنقلة في المراية وانت ماشي وبتلف لفة محترمة، هتلاحظ الميدالية بيحصل لها اهتزاز، لأن النظام بيشتغل. دخلت الفكرة؟ حياتي، يمكن أصابعكم اليوم بخير، ما فيهن شيء، صح؟ إن شاء الله.